مشهور السعيدي رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير دكتور سعيدي، وأهلا بك في حدث اليوم. ومباشرة أبدأ معك بالحديث. حياك الله أختي نجوى، حياك الله، أهلا وسهلا، وأنا سعيد بتواجدي معاك، لكن الظاهر الأسئلة والأجوبة كلها انتهت حاليا. ليه؟ بالعكس نحن الإخوان اللي سبق بيست فور لاست مثل ما بيقولوا بالإنجليزية يا أستاذ يا دكتور مشهور. هذا كان مثل يا نجوى يقول لا يفتوى مالك بالمدينة، يعني تفضل عميد العسيري بالأجوبة على كثير من الأسئلة. خلينا لكن دعينا نتكلم يا نجوى، دعينا نتكلم على موجز بسيط على الوضع الاستراتيجي بالنسبة لجميع دول التحالف العربي الداعمة لعاصفة الحزم. طبعا على المستوى السياسي هنالك مكاسب كثيرة يا نجوى حاليا قطفتها دول التحالف، وعلى رأس هذه المكاسب القرار الأممي الذي صدر والذي يدعم ضمنيا عاصفة الحزم. قد يدعي البعض أن هذا القرار الأممي ليس له تأثير مباشر على قوات الحوثي أو قوات صالح أو القوات الحوثي بالأخص، لكن نحن ليس المهم هذا، المهم أننا نقوم بعمل مشرع إقليميا، مشرع دوليا، مشرع بجامعة الدول العربية، وبالتالي هنالك قرار أممي يدعم ضمنيا عملية عاصفة الحزم. أضيف لذلك يا نجوى أن استقالة المندوب الأممي باليمن والسعي لتعيين اللي هو الدبلوماسي الموريتاني الشيخ، هذا أيضا يعتبر من ضمن المكاسب. نعم، الموريتاني هذا يعتبر من أيضا أحد المكاسب السياسية. على المستوى العسكري مثل ما تفضل أخي العسيري أن الأهداف أو بنك الأهداف بالنسبة لعملية عاصفة الحزم قد تحقق أغلب هذا البنك، بالإضافة إلى هنالك أهداف حاليا يتم تحقيقها من خلال النقل الاستخباري الأرضي بالمواقع باليمن لمركز عمليات عاصفة الحزم. أضيف لذلك أن هناك مكسب كبير لعملية عاصفة الحزم وهو الدعم السياسي والدعم الإقليمي والدولي، وأضيف لذلك الاتفاق الذي تم قبل أيام لعمل مناورات كبيرة ضخمة تتم بالمملكة العربية السعودية. وهذه المناورات تعطينا مؤشر يا نجوى أن هنالك إعداد لعمليات ضخمة برية تتم لفرض إرادة قوات التحالف على القوات المعادية إذا لم ينصاع قوات الحوثي وقوات صالح على الأرض. نعم. طيب دكتور تفضل. دكتور سعيدي، عظيم. طالما ذكرت حضرتك مسألة بنك الأهداف والنتائج التي تحققها عاصفة الحزم، حقيقة اليوم استفقنا على تتالي عمليات اعتراف بالشرعية من قبل قادة ألوية. هذه المسألة دقيقة جدا. الجيش أصلا بالوضع اللي كان فيه بين الولاء لصالح والولاء للشرعية كان شبه منقسم. الآن هذه الصورة هل تعيد الجيش إلى النصاب الصحيح أم تعقد وضعه قليلا؟ نعم يا نجوى، أنا كنت أتكلم هذا بالمقابلات السابقة مع الحدث. نعم. للأسف أنا مصمم على أن الإجراءات التي تتم على الأرض بالنسبة للإخوان اليمنيين بين قوسين المقاومة الشعبية التابعة للسلطة التشريعية لهادي هي إجراءات ما زالت تنظيميا ضعيفة، ولا يوجد هنالك ناس فنيين وأقصد عسكريين يستطيعون إدارة الموقف إدارة كاملة بالموقع. لا توجد مراكز عمليات، لا توجد تنسيق. أنا منصدم اليوم بقائد اللواء 35 يسأل عبر الحدث هل تم الاتصال عليك من قبل الحكومة اليمنية، ويقول لا لم يتصل فيني أحد. كيف يعني؟ وهذه مشكلة من المشاكل التي للأسف إلى الآن. نعم. فسر لي دكتور مشهور، يعني حضرتك عم تقول صدمت انه الحكومه ما اتصلت فيه او انه هو يقول هذا الكلام عبر الاعلام وليس بالتنسيق مع الحكومه. اليوم قائد اللواء 35 اللي هو العميد يحيى ابو عوجه تفضل انه موالي ولاء كامل للشرعيه باليمن. صحيح. وانه مستعد، هو موجود لواءه بحضرموت. إلى الآن قوات الحوثي لم تصل إلى هناك أو قوات صالح، وبالتالي هذا إن لم يستقل الآن أنا أتوقع أنه لو وصلت قوات الحوثي هناك لكان من ضمن قوات علي صالح حاليا. فهذه مشكلة. لماذا لم يتم إلى الآن التنسيق مع قادة الألوية؟ قادة الألوية على الأرض مفترض أن تتم تشكيل قوات مشتركة وتتم مراكز قيادة، وهذه المراكز القيادة كلها قائد ميداني يمني. نعم. يقوم بإدارة الأعمال على الأرض ويقوم بالتنسيق مع
الحكومة اليمنية ومع مركز عمليات عاصفة الحزم. نعم. ليتم على الأقل السيطرة على المناطق التي لم يسيطر عليها إلى الآن قوات الحوثيين. أكيد الحديث صلة مع كل ما تتفضل به من تقييم مهم دكتور مشهور. بدي أتشكرك شكرا جزيلا اللواء المتقاعد دكتور مشهور سعيدي رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية ضيفنا من الكويت. أشكرك مجددا ولنا أحاديث قادمة أكيد. شكرا لك. ونبقى مشاهدينا بنفس السياق. الآن ربما السياسة بات لها